خالد الغندور طالع امبارح رجاله، طالع بيتكلم في 3 نقط كلهم ضحك. اول نقطه بيقول لك النتيجه بتاعت ليفربول وريال مدريد 5-2 نتيجه تقيله، ما جابش سيره فرق 3 ابدا. ما هو ده هوف بقى خيار وفقوس، لما احنا نيمناه على بطنه وفشخناه وكسبناه 5-3 طلع قال لك لا النتيجه دي مش 5 النتيجه دي فرق 2. ما هو عبيط. طبعا تاني حاجه طلع بيقول لك جمهور الاهلي، بيقول لك جمهور الاهلي ايه بقى، بيتفرج على قناه الزمالك عشان قناه الزمالك بتقول الحق. والله العظيم جمهور الاهلي لو بيتفرج عليك وبيتفرج عشان الضحك وانت عارف كده كويس، وعارف ان انت اراجوز طالع في قناه الزمالك وبتجيب يعني ايه نسب مشاهدات بتحاسب عليها. اقول لك على حاجه، هات لي واحد من الكوادر بتاعت النادي الاهلي اللي على السوشيال ميديا انت مش لافف عليهم بتعليقات عشان تتعرف وتتشاف. فانت لو فينا حد بيدور على التاني، انت اللي بتدور على الاهلاويه، انت اللي بتستفز الاهلاويه 24 ساعه في قناتك وبتجيب في سيرتنا بالباطل ماشي عشان تجيب مشاهدات. يا خالد يا مش ذنبنا، انت من جواك عارف ان انت منافق وكذاب ومصدق نفسك انت منافق وكذاب، بس اكل العيش مر يا خالد. خالد غضوب بيقول لك مدرب الزمالك كان قال لمدرب اسوان يلعب بنفس المستوى اللي لعب بيه قدام الزمالك. طيب احنا ذنبنا ان احنا اقوياء ونزلنا جبنا حقك؟ يعني انت اتغلبت من اسوان جبت لك حقك يا هفا، اتغلبت من المحله جبت لك حقك وكسبت لك المحله يا هفا، اتغلبت من الداخليه كسبت لك الداخليه وجبت لك حقك يا هفا، اتغلبت من الاسيوطي وجبت لك حقك برضه يا هفا. مش ذنب انك هفا، مش ذنب انك يعني هو السكريبت اتوزع عليك ان اسوان مفوته الماتش. طب ما هو فيوتشر الخساره الوحيده اللي في الدوري لحد الان منكم، هل هي مفوته لكم الماتش او ضيعه لكم الماتش يا هفا؟ يا هفا روح اضحك على جمهورك بكلمتين مش على جمهور الاهلي يا خالد. يا خالد انت مولع من تحت، انا عارف والله انت مولع من تحت، والله مولع من تحت حبيبي. ومثلي على ابو ودن بقى وخالد والترجيل والعيال اللي ايه اللي حوالين منك دي، ده انت هزق.